كل اللي بنقدر نعمله ان احنا بنقول حسبي الله ونعم الوكيل. كل اللي احنا بنقدر نقوله وبنقدر نعمله بنقول حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل في كل صهيوني وكل واحد اسرائيلي وكل واحد يهودي ينتقم منه ربنا على اللي بيعمله في فلسطين واهل فلسطين. والله العظيم كل اللي بنقدر نعمله الدعم وان احنا ندعي لهم. اللهم تورينا عجايبك فيهم يا رب. اللهم تذلهم لفلسطين واهل فلسطين. يا جماعه انا ما نزلتش فيديو دلوقتي بقالي حوالي 5 ايام، ولا اصلا ليا نفسي ان انا انزل اي فيديو. هنزل فيديو اتكلم عن ايه؟ هتكلم عن زرع وعن قلع وهتكلم عن فلاحه وهتكلم عن ارض واحنا اطفالنا بيموتوا وحبايبنا وفلسطين اللي هي روحها هي روحنا وبلد عربيه وروحنا من جوه بتموت واحنا مش قادرين نعمل اي حاجه ليها خالص غير الدعاء. والله العظيم 24 ساعه ماسكه التليفون بتفرج بس على اطفالنا اللي بيموتوا واهلنا اللي بيموتوا هناك ومتدمرين ومش لاقيين لا ياكلوا ولا يشربوا ولا لاقيين اي حاجه في الدنيا غير الالم والجرح والتعب والمرمطه بسبب الصهيوني، بسبب الاسرائيلي اللي ما عندهوش رحمه ولا يعرف ربنا. وان شاء الله باذن الله ربنا هينتقم منهم قريب. واحنا في ظهرك يا فلسطين، احنا في ظهرك. ونفسي والله العظيم نفسي لو بايدي اخد بندقيتي في ايدي واطلع اروح على هناك لو بايدي وربنا ينتقم منهم يا رب. يا رب تورينا فيهم عجائبك يا رب تورينا فيهم قدرتك. اللهم ورينا فيهم قدرتك يا رب. ربنا يتولاهم من عنده وان شاء الله ربنا معاهم ان شاء الله. وعاشت مصر واهل مصر وعاش جيش مصر. جاي اوريكم النهارده من دون الناس اللي ما عندهاش ضمير ولا تقوى ولا رحمه. الناس اللي ما عندهاش ضمير. شايفين الزراعه يا جماعه؟ ما اكون مكلفه كده على الزريعه اللي انتوا شايفينها دي. ادي الزريعه مكلفه وجايبه تقاوي وجايبه بذر الكيلو فيه عامل 1200 جنيه. والاخر البذر يا جماعه يطلع مغشوش ازاي؟ انا كنت بجيب من واحد على طول وكان مصدر امان لزراعته. انا غيرته عشان هو طبعا خلص وجبت من مين؟ وجبت من واحد تاني. شفت الغش بقى؟ لما تكون جايبه بذر زريعه وزرعه متظبطه وخطوط متظبطه وظهر مصاطب اللهم صل على النبي. شايفين اهو ظهر المصطبه قدامكم اهو. اللهم صل على النبي متظبط في الفلاحه ومتكلف عليه. وادي الزريعه قدامكم، زريعه عشان خاطر واحد غشاش ما عندوش ريحه الضمير ملخبط البذر البايت على البذر الجديد. فين التقاوي اللي عليه؟ وروني كده. فين البذر اللي احنا بادرينه؟ وفين تعب الرجاله؟ وفين تعبنا يوم بريح النهار 3 رجاله ولا 4 رجاله مظبطين الارض ومنضفينها ومفوسينها. واللهم صل على النبي الاخر البذر يطلع بالنظام ده. شايفين البذر يا جماعه؟ فين ظهر المصطبه اللي عليها بذر؟ احنا بادرين بذر يا جماعه على ظهر المصطبه. مش عايزه اقول لكم المفروض ان هو يطلع مفيش عود بعيد عن اخوه. انما دي بص الزريعه ادي حته فاضيه دي فاضيه من ايه يا جماعه؟ عشان خاطر ان صاحب البذر اللي ما عندهوش ضمير مقلب بذر جديد على بذر قديم. زي ما انتوا شايفين بذر جديد على بذر قديم عشان خاطر ان هو يستفاد. مفيش ضمير ولا ذره واحده. واحد كل هدفه وكل همه ان هو يجمع فلوس ويبقى معاه فلوس. مش مهم بقى، مش مهم الناس اللي هتاخد وتزرع، مش مهم الفلاح اللي دايخ في الارض، مش مهم ايجار الارض، مش مهم التعب، مش مهم الشقه، مش مهم اي حاجه في الدنيا. مش مهم ان في ناس عامله حسابها ان دي زرعه. لا، كل همه يجمع فلوس بالحرام بالحلال زي ما تيجي. المهم ان هو يجيب بذر قديم اللي هو ما بيطلعش منه عود واحد. لو بذر قديم يا جماعه عود واحد من السنه اللي فاتت عمره ما يطلع السنه دي، عمره. ولو مش مصدقيني جربوا وازرعوا بذر من السنه اللي فاتت السنه دي مصطبه لوحده، شوفوا هيطلع ولا مش هيطلع.
عشان واحد كل هدفه وكل همه. وناس ياما مش كده بس، ناس ياما. والبذر بكام يا جماعه؟ ده بفلوس. البذر ب 1200 جنيه. 1200 جنيه كيلو ب 1200 جنيه. قال لا، بتاع السنه اللي فاتت يروح ليه؟ ما انا اجيبه ولا اخبطه على بتاع السنه دي وهيطلع خفيف ومش هيتعرف ان هو ايه، ان هو بذر قديم. الكلام ده هيتعرف بذر ان هو قديم لو هو بذر قديم بس فقط لا غير، وبدره وما طلعش خلاص كده معروف ان هو بذر قديم. انما هو هيلخبطه، وكده كده الجديد هيطلع والقديم مش هيطلع، فمش هتبان. ده يا جماعه بذر قديم، كل حته فاضيه كان فيها ايه؟ كان فيها بذر، وبرضك بذر قديم. عشان كده هو ما طلعش، عشان كده البذر ما طلعش. فحسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد بيجمع قرشه من حرام. كل واحد بيجمع قرشه من حرام ربنا ينتقم منه. اوعى تفكر ان فيها بركه، اوعى تفكر ان القرش الحرام بيبقى فيه بركه. البركه في الحلال، ربنا ما يباركش الا في الحلال، في الرزق الحلال. القرش الحلال دي ربنا بيبارك فيه. هتجمع فلوس قد كده وفي ثانيه هيروحوا منك، وهتاخد في سكتها حاجات ياما. هتاخد في سكتها ابنك بنتك، هتاخد في سكتها فلوسك الحلال اللي انت جمعتها. بس مع اظن اللي بيجمع فلوس من حرام مستحيل فلوس الاولانيه تكون حلال. فحسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد يغش فلاح، وكل واحد يغش اي حد في الدنيا بحاله. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. بس انا مش هسيب حقي، انا مش هسيب حقي. وبنصح اي حد يا جماعه حصل معاه نفس المشكله دي ما يسيبش حقه، لان لو انت سبت حقك هيكررها السنه الجايه والسنه اللي وراها، وهيكتروا امثالهم. هيكتروا اللي هم ما يعرفوش ربنا ولا عندهم ضمير، امثالهم هيكتروا. فيا ريت كل واحد حد او اي بني ادم غشه ما يسيبش حقه وما يبيتش حقه، لان صاحب البذر ده انا مش هسيبه. صاحب البذر اللي هيضيع لي ارض دي انا مش هسيبه، لازما يجي هنا، لان انا منبهه عليه ومأكده عليه بدل المره 20 مره. وقلت له لو البذر ما طلعش او طلع فيه اي عيب بتاعك، مش هو بس، هو وايجار الارض هتشيل ايجار الارض رخص. يعني انا متفقه معاه ومأكده عليه لو البذر فيه حاجه مش هسيب حقي، وهتيجي وتشيل حق البذر وتشيل حق ايجار الارض كمان. يا ريت كل واحد ما يسيبش حقه ولا يسيب فرصه لاي واحد ما عندهوش دين ولا ضمير ولا رحمه ولا شفقه باي حد فلاح ان هو يدمر له ارضه ويدمر له زراعته وتعبه وشقاه ومحصوله ومحصوده ويروح حضر. ما يسيبش حقه، عشان الامثال اللي زي دولت يا جماعه ما يستحقوش اصلا ان احنا نسيب لهم اي حاجه من حقوقنا. حقوقنا اللي ايه؟ اللي احنا بناخدها منهم بالفلوس وايه؟ مش حاجه ببلاش. ده ب 1200 جنيه كيلو البذر يا جماعه، 1200 جنيه. حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد ظالم وكل واحد بيقبل جنيه حرام. حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد قابل يدخل على بيته وعلى عياله جنيه حرام. ربنا ينتقم منه اشد انتقام، اشد انتقام ربنا هينتقم منه ان شاء الله باذن الله.